كولر يطالب لجنة التخطيط بالتخلص من المشاكس داخل الأهلي. دخل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صدام عنيف مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عقب مواجهة فاركو الماضية التي أقيمت بالدوري المصري. ورفض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض مران المستبعدين وادعى الإصابة، وقرر عدم الجري حول الملعب وأتباع التعليمات بعد غضبه الشديد من خوض الفرنسي أنتوني موديست لقاء فاركو وعدم الدفع به في تلك المباراة. وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي مفاجأة مدوية من العيار الثقيل عن رد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء عن رحيل محمود كهربا عقب وصول عروض خليجية له من قبل أحد الفرق السعودية. وأكدت المصادر المسؤولة داخل النادي الأهلي في تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر وافق على رحيل محمود كهربا بشرط التعاقد مع مهاجم جديد